أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم ببساطة كده، واحنا قاعدين عايزين نسأل نفسنا سؤال. والسؤال ده أحيانا بيكون آه، فكرة، موقف، بيبقى وعي، بيبقى نفس عميق، حاجة فيها عمق، إحساس فيه هدوء، فيه إدراك، فيه احتواء. في أوقات كتير بنفتكر إن الوحدة ضعف، لكن في الحقيقة ان في نوع من الوحدة بيكون ضروري، مش مهروب، مش مفروض ولا هو هروب. لما الانسان يختار يقعد لوحده، مش دايما لانه مكسور، احيانا لانه بيلم نفسه من الضجيج، من الدوشة، من الزحمة، من الكركبة اللي حواليه. العزلة الهادية اللي هي اللحظة اللي العقل فيها بيرتب افكاره وبيفصل ما بين اللي بيحبه واللي كان بيتحمله. حاجات كنت بتحبها يا صاحبي ويا صاحبتي، وحاجات كنت بتتحملها غصب عنك وانت مالكش اي ميول ليها. علاقات، اشخاص، مهنة، دراسة، في شيء كان بيألمك، فحبيت ان انت تريح نفسك وتدي لعقلك فرصة يرتب افكاره. لكن في بنقول وحدة، نوع من الوحدة بنسميه الوحدة المؤذية. بتستنزفك، بتبقى في وسط الناس لكن برضه حاسس لوحدك. لكن العزلة الواعية اللي فيها انت مختارها، انت حبيبها، انت بترتاح فيها، دي بتبقى عزلة فيها شفاء واستشفاء لجروحك ولأوجاعك والصخب اللي ملوش اي لازمة وما بتستفدش منه. او انك تبقى قاعد وبرضه انت لوحدك، قاعد في وسط ناس وبرضه انت لوحدك. لكن لما بتقعد مع نفسك من غير جلد ذات، من غير ما تحاكم نفسك، بتسمع صوتك الحقيقي، صوت قلبك، صوت نبضك. يعني مش عايزين نقولك ان مش كل صمت بيبقى فراغ، في صمت اسمه شفاء. انت لما بتقعد مع نفسك بتراجع حساباتك، آه الاشخاص اللي حواليا، المواقف، بتراجع ذكريات، بتراجع افكار، بتراجع حاجات انت قعدت فترة عايش وسطيها وبرضه لوحدك. فدي كانت وحدة اجباري، انك تبقى في وسط الناس وبرضه لوحدك. لكن اما بتبقى قاعد لوحدك، دي بتبقى وحدة اختيارية، عايز تكون مع نفسك، صافي الذهن، تسمع الموسيقى اللي بتحبها، تاكل الأكلة اللي بتحبها، تفكر، تتكلم، تقعد مع نفسك سكوت لكن بيبقى جواه صخب انت حبه. عايزة اقولك يا صديقي ويا صديقتي، ما تزعلش ان انت لاقي نفسك لوحدك، لان زي ما قلتلك في احيانا وحدة بتبقى امر واصعب من انك تبقى وسط ناس لا هم حاسين بيك ولا هم شايفينك ولا هم عارفين انت بتعمل ايه. لكن لما بتبقى قاعد مع نفسك، معاك كوباية شاي دافية، في ساعة شتاء مثلا، او مشروب انت بتحبه، او في الصيف وانت قاعد في بتتفرج على حاجة بتحبها، بتكتب حاجة، بترسم حاجة، بتعمل حاجة، بتبقى مش زعلان، بس بتبقى محتاج انك تهدى. بتقعد مع نفسك من غير ما تبرر لنفسك ولا تبرر للأشخاص ويقولوا لك كذا وانت عمال تصلح، انت بتعمل كذا وانت عمال تقول، وهم يقولوا وكلام انت ولا راضي عنه ولا حاسس بيه ولا ينطبق معاك. كلام بيبقى بسيط. احيانا انت بتبقى عايز تتكلم مع حد عن تعبك، لا انت ساعة ما تيجي تتكلم عن وجعك وعن تعبك مش هتلاقي حد. لكن لو في مادة، في فلوس، في مشاريع، هتلاقي ألف حد بيسمعك. ليه؟ احنا في زمن كله بيدور على المصلحة وعلى الاستفادة، محدش بيدور على انه يطبطب على اللي حواليه. ومن هنا بتيجي الوحدة الجميلة اللي انت بتختارها وبتبقى راضي عنها جدا. ده الفرق بين الوحدة المؤذية والوحدة اللي بنقول عليها آه، 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 جميلة. وحدة وسط الناس بتأذيك، ووحدة وانت مع نفسك لكن بتبقى مرتاح. ودي بنسميها العزلة العلاجية. ليه بعض الناس بتختار تقعد لوحدها رغم انها اجتماعية؟
أنا شخص اجتماعي، بحب الناس، بحب أختلط بالناس، بحب المحيط، بحب المجتمع، بحب أكون شخص اجتماعي. لكن اختياري إن أنا أكون مع نفسي، مش بعاقب نفسي، بالعكس ده أنا بنقذ آخر شيء فاضل فيها، بعد ما رميت كل اللي جوايا وفي جعبتي من حب وحنان ومشاعر واهتمام، وما لقيتش أي تجاوب من اللي حواليا. بالعكس، لقيت إهمال، تجاهل، سطحية، تقزيم، حاجات كده ما كانش ليها أي لازمة إن هي تبقى موجود في حياتي. فأنت قلت أول مرة، قلت لا ده مش مقصودة، لا عادي، لا ده مش فلان مش قاصد، فلانة مش قاصدة. فجأة مع الوقت بتلاقي نفسك بالفعل تصرفاتهم بتأكد لك إحساسك. فهنا بتكون الوحدة اللي انت بتختارها وحدة استشفائية من الطاقات ديت. بتختار المجتمع اللي يرفضك انت كمان بتبقى رافضه وبتشتري نفسك. لكن المجتمع اللي يقبلك ويقبل وجودك ويبقى فيه توازن في الحب وفي العطاء وفي الأخذ والعطاء، بيبقى مجتمع راقي، مجتمع فعلا فيه دفء، فيه حب. بتبقى في وسط أهلك، زوجتك، أولادك، أخواتك، أصحابك، زمايلك، وبرضه هم في وادي وانت في وادي، دماغك مختلفة عنهم، مشاعرك مختلفة عنهم، فبتلاقي نفسك برضه لوحدك. وبرضه هنا بتختار العزلة. هل انت لما بتختار العزلة بتكون هربان، ولا دي بتبقى عزلة فيها دفء، واحيانا بتبقى ذكاء نفسي؟ اتمنى طبعا ان انتوا في التعليقات اتمنى تقولوا لي رايكم. وفي سؤال مهم انا احب اساله لاصدقائي في نهايه المشوار. السؤال اللي اتمنى ان انا اساله لك يا صديقي ويا صديقتي، لو انت زي كده قولي لنفسك، مش لازم اتكلم دلوقتي وكفايه اني اهدى. السؤال اللي ينفع يتقال: هل انت كصديقي او صديقتي بتحب العزلة لانها بتشفيك، ولا انت بتخاف من الناس ومن اختلاط بالناس وبتهرب منهم للعزلة؟ ليه بتختار العزلة؟ اتمنى ان شاء الله تشاركوني وتقولوا لي رأيكم. هل العزلة بالنسبة لكم كانت شفاء ولا هروب، ولا كانت مفروضة عليك، ولا انت ما بتحبش العزلة، ولا شفت ايه من اختلاطك بالناس، وامتى بتحب العزلة وامتى بتحب ان انت تكون في وسط الناس؟ اتمنى ان شاء الله ان الموضوع يكون عجبكم، واشوفكم دايما على خير في شوية دردشة، حبة دردشة، 5 دردشة وشوية فضفضة. ما تحرمونيش من الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان نتابع دايما كل جديد. سلام.